معانا دلوقتي يا جماعه عمرو البلدوزر اسد المنيب، وراجل يعني اللي بيعمل حاجات خارقه، وراجل بسم الله ما شاء الله ربنا مديله كده يعني ايه الصحه من واسع زي ما بيقولوا. الحمد لله ربنا يخليك. حبيبي انت النهارده جريت العربيه بثلاث طرق، عرف الناس الاول انت اتعلمت الموضوع ده ازاي وفين؟ دي حاجه اولا، دي حاجه من عند ربنا سبحانه وتعالى، ربنا انعم عليا بيها، لكن ده مش تعليم، دي حاجه من عند الله. وبالخصوص انا بقولها اهو، ما حدش يعمل زيي، ان دي حاجه ربنا خلقني بيها. فاهم الناس انت يعني انت لما اتعلم او بلاش اتعلمتها، لما عرفت انها عندك وانا عرفتها عندي 16 سنه. ست... سوري انا اسف، وانا عندي 16 سنه ابتديت ان انا اصور في اكتر من قناه الحمد لله رب العالمين. ابتديت ان الحاج كده، والدي كده، اخواتي كده، فدي وراثه من عند الله سبحانه وتعالى. انت جريت العربيه تقريبا بعينيك، عرف الناس برضه. جريت شديت العربيه بالجنشات بتاعت اللحمه، حطيتها في عينيا هنا وشديت بيها. طبعا هو الوقت عشان مش متوفر فلقينا هي عربيه واحده، لكن لو 11 عربيه او اكتر بيتشدوا برضه، بيتشدوا بالجفن، بيتشدوا بصباع واحد، بيتشدوا باسناني، في اكتر من حاجه الحمد لله رب العالمين. انت مره جريتها بعينيك والثانيه بايدك؟ والثانيه بصباع واحد مش بايدي. فاهم الناس بس. اول مره بجنشات اللحمه بعينيا، تاني مره بصباع واحد، تمام، تالت مره باسناني. ودلوقتي هناكل فحم مولع وهنكسر السكينه في بطني ما تعديش. نفسك توصل في المجال ده لايه؟ يعني نفسك احلامك تعمل ايه؟ والله انا حاليا نفسي ان انا اول حاجه ربنا يكرمني بدعاء، طبعا الفضل يرجع لله سبحانه وتعالى، ثم دعاء والدتي، ثم دعاء الناس اللي هم كل اللي حوالينا دول، اللي هم اهلي وناسي اللي انا قعدت في وسطهم كتير جدا. نفسي اوصل لايه؟ نفسي اخش في التمثيل. الحمد لله ربنا كرمني، انا ماضي في فيلم وماضي في كاميرا خفيه ترند رمضان على قناه الشمس ان شاء الله، مع استاذ ريهام سعيد ان شاء الله كل يوم بعد الفطار باذن الله تعالى. طيب انت طلعت مع اعلاميين كتير، يعني عرف الناس طلعت مع اعلاميين مين؟ طلعت في اي بي سي مصر خليجيه، ال تي سي، المحور، وطلعت مع الاستاذ ريهام سعيد اخر حاجه، والحمد لله الحلقه جابت ترند بفضل الله سبحانه وتعالى. وطالع تاني ان شاء الله كمان يومين مع قناه المحور وقناه الشمس تاني باذن الله. تقول الاهلي المنيب اللي بيحبوك يعني، وبسم الله ما شاء الله كلهم حواليك. اشكر كل واحد من اصغر طفل لاكبر واحد، لكل امهاتي اللي في المنيب هنا اشكرهم، وانا بيهم وبدعواتهم وبدعوات ربنا ثم دعواتهم، من اصغر واحد لاكبر واحد. انا اتشرف ان انا اكون من منيب، انا اسمي عمرو البلدوزر من منيب، واتشرف باي حد من منيب لان دي بلدي اللي اتربيت فيها. اخر كلمه تحب تقول للناس واللي يعني نفسك تعمل ايه في مشوارك ده او في القدرات الخارقه؟ والله نفسي ربنا يكرمني ويوفقني ويصلح حالي، وبالنسبه للناس اشكرهم واسالهم الدعاء في اللي جاي، وثقه في الله باذن الله رقم واحد باذن الله باذن الله في مصر باذن الله. وطبعا كان معايا النهارده اخويا وحبيبي اللي جالي وشرفني ونورني، الفنان الجميل حسن الهلالي. ابو حسن، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا نزلت المنيب لقيت ناس جدعان، اخويا وحبيبي وصاحبي الاخ عمرو البلدوزر المحترم. ولو سمحتوا ابعدوا بعيد عن الكاميرا لو سمحتوا يا اولاد عشان ما توقعوهاش تتكسر. تعالوا كده، لو اتكسرت مشكله. عمرو البلدوزر نسمع له سقفه عاليه. وبقول على الاصل ده يا ابني الكاميرا هتتهز وهتقع تتكسر. تعالى كده يا بابا، ارجع ورا ارجع ورا. حد يركز معانا عشان ممكن تقع العيال بتلوش. بقول على اصل دور وعمرو البلدوزر ابن المنيب دايما منور، والكل يسقف لعمرو البلدوزر اخويا وحبيبي المحترم. والاعلامي الكبير الاستاذ محمد صفوت نسمع له سقفه عاليه قوي. وتحيه كبيره لاهالي المنيب واخويا وحبيبي المحترم الاستاذ كريم الاعلامي الجميل. واللي يحب ربنا يرفع ايده لفوق ويقول يا بلدوزر يا بلدوزر. سقفوا له على جننتونا. ده كان كلامنا يا جماعه مع الجميل عمر البلدوزر مع حسن هلالي، ربنا يوفقه. عمرو البلدوزر، اسف، عمرو البلدوزر، ربنا يوفقه. ولازم ننهي اللقاء قبل ما الكاميرا تتكسر.